المقابر في التراث المصري دايما كانت مصدر للرعب والغموض من آلاف السنين، والناس بتحكي عن عفاريت المقابر اللي بتحرس الأماكن دي، واللي بيظهروا في الليل مش عشان يخوفوا بس، لكن عشان يحموا اللي مدفون تحت الأرض من تدخلات البشر. النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أكتر القصص اللي بتتقال في قرية صغيرة في صعيد مصر. قصة مرعبة عن شاب اتحدى الأساطير وقرر يواجه الرعب بنفسه، لكن اللي شافه كان أكتر من مجرد قصص خرافية. في قرية صغيرة نائية على ضفاف النيل كان في مقبرة قديمة الكل عارف إنها مسكونة. المقبرة دي كانت بتتوارث حكاياتها من جيل لجيل. الناس كلها كانت بتقول إن المكان ده بيدخله اللي ما عندوش خوف، بس مفيش حد بيطلع منه سليم. حكايات العفاريت اللي بتحرس القبور بقت أسطورة بين الناس، والكل بيحذر من الاقتراب من المقبرة بعد غروب الشمس. لكن في يوم من الأيام سامي، شاب من أهل القرية معروف بجرأته وعزيمته، قرر إنه يكسر الحظر اللي حطته الأساطير ويكتشف الحقيقة بنفسه. سامي كان عنده فضول ما يتوقفش وحب للتحدي. كان بيقول دايما: إزاي نفضل عايشين في خوف من حاجة ما عملناش حاجة؟ لازم نواجه مخاوفنا. الليلة اللي قرر فيها سامي يدخل المقبرة كانت من الليالي اللي الجو فيها كان غريب. الريحة كانت بتهب بشكل متقطع، والسحب السوداء كانت مغيمة على السماء. أهل القرية لما عرفوا بخطته حاولوا يمنعوه. جده حسن أقدم راجل في القرية قال له: المكان ده مش لأي حد يا سامي، المقبرة دي محروسة وكتير دخلوا قبل كده ومرجعوش. لكن سامي ما كانش بيصدق الحكايات دي، أساطير وخرافات، كله كلام عشان يخوفونا بس. كان بيقولها بثقة. فجر شمعته الصغيرة ولبس هدومه وطلع على المقبرة. وصل سامي عند المقبرة والظلمة كانت مسيطرة تماما على المكان. البوابة الحديدية الصادقة كانت بتصدر صوت صرير غريب وهي بتفتح، كأنها مش بتفتح بسهولة. دخل سامي المقبرة بخطوات بطيئة وحذرة، وكانت كل حاجة حواليه ساكتة. السكون كان مرعب أكتر من الأصوات نفسها. المقابر حواليه كانت قديمة جدا، وبعض القبور كانت مفتوحة جزئيا بسبب الزمن، كأنها بتشاور على ماضي منسي. الريح بدأت تهب وتصدر أصوات غريبة، زي ما تكون أصوات ناس بتهمس، لكن مفيش حد حواليه. سامي حس لأول مرة بالخوف بس ما تراجعش، قرر يكمل. في نص المقبرة كان في ضريح قديم أكبر من باقي القبور، وعليه نقوش قديمة من الزمن الفرعوني. سامي قرب من الضريح وحس إن الجو بقى أبرد بشكل مفاجئ، كأن الدنيا اتحولت فجأة من حر الصيف لبرد الشتاء. دخل الضريح وكان الظلام فيه كثيف، مجرد شعاع بسيط من القمر كان داخل من فتحة صغيرة في السقف. وهو بيدور في الضريح شاف حاجة خلت قلبه يقف. على الأرض قدامه كان في كفن، بس مش كفن عادي، الكفن كان بيتحرك. فجأة خرج من الكفن كائن غريب، شكله كان نص إنسان ونص دخان، وكان عينيه بتلمع باللون الأحمر. العفريت بص لسامي وقال بصوت مرعب: إيه اللي جابك هنا؟ دي أرضنا وإنت دخلت من غير إذن. سامي حاول يتراجع، لكن رجليه كانت زي ما تكون مثبتة في الأرض. الخوف سيطر عليه بشكل غير طبيعي، وحس إنه مش قادر يتنفس. العفريت بدأ يقرب من سامي وصوته كان بيزيد في الرعب: كل اللي دخلوا هنا قبلك روحهم بقت ملكنا، وإنت مش هتكون غير واحد منهم. العفريت مد إيده ناحية سامي، وفي اللحظة دي سامي افتكر كلام جده حسن عن استخدام القرآن لحماية نفسه. سامي بصعوبة بدأ يقرأ آيات من القرآن بصوت عالي، وفي اللحظة دي العفريت بدأ يتراجع. الدخان اللي كان حوالين العفريت بدأ يختفي، وكأنه بيضعف مع كل كلمة سامي بيقولها. لكن الرعب ما كانش خلص هنا. فجأة الأرض بدأت تهتز تحت رجليه، والمقابر حواليه بدأت تصدر أصوات غريبة، كأن الأرواح اللي كانت مدفونة فيها بدأت تستيقظ. سامي بمجرد ما شاف العفريت بيختفي حاول يهرب من المقبرة، لكن في كل مرة كان يحاول يجري ناحية البوابة كان يحس إن المقبرة بتقرب منه أكتر، كأنها بتحبسه جواها. الأصوات حوالينه كانت بتزيد، وبدأ يسمع أصوات صراخ وبكاء جاية من كل ناحية. وأخيراً بعد معاناة كبيرة سامي وصل للبوابة الحديدية وخرج منها، لكن بمجرد ما خرج حس إنه مش هيرجع أبداً للمكان ده. المقبرة اللي كان فاكرها مجرد خرافة اتحولت لمكان مرعب مليان أسرار غامضة. لما رجع سامي للقرية كان شكله متغير تماماً. الخوف كان باين على وشه، وكل أهل القرية عرفوا إنه شاف حاجة مش عادية. سامي ما كانش قادر يتكلم عن اللي شافه لمدة أيام، لكنه بعد كده حكى لأهل القرية عن العفاريت اللي شافها واللي حصل جوه المقبرة. الناس في القرية بقت أكتر خوفاً من المقبرة،
والأسطورة بتاعت عفاريت المقابر فضلت تكبر مع الوقت. كل جيل كان بيحكي الحكاية بطريقته، وكل مرة كانت بتبقى مرعبة أكتر من اللي قبلها. النهاردة المقابر دي بقت جزء من التراث المصري، وكل قرية عندها حكاياتها الخاصة عن عفاريت المقابر. بس في النهاية الأسئلة بتفضل: هل الحكايات دي مجرد خرافات؟ ولا في فعلا حاجة مرعبة بتحصل في الأماكن دي بعد غروب الشمس؟ الموضوع لسه غامض، بس حاجة واحدة أكيدة: الليلة دي وبعد ما سمعت القصة هتفكر مرتين قبل ما تقرب من أي مقبرة في الظلام.